مرحبا البنات، اليوم جئتكم فيديو جديد عن الوصفات الطبيعية. والوصفة اللي أنوريكم اليوم هي الوصفة المفضلة عندي للتخلص من عيوب البشرة، من الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء وحتى الحب. كما تعرفوا أنه اللاصق اللي تنباع في المحلات تقوم بإزالتها فقط، ولكن ما تقومش بمنع ظهورها مجددا. اليوم أنشارككم طريقتي لإزالة الرؤوس السوداء، كذلك طريقتي لمنع ظهورها مجددا. للأسف اليوم ما نطلعش في هذا الفيديو لأنه الوقت متأخر جدا. كنتش عاملة حساب أني أنصور فيديو اليوم، ولكن كنت نعمل الوصفة لنفسي وقررت أني أصورها لكم، لأني تذكرت كمية الكومنتس اللي جاوني على الفيديو التبييض أنه العديد منكم جرب الوصفة وشاف فرق، حبيت نوريكم وصفة أخرى فعالة لتشوفوا إن شاء الله فرق شاسع في البشرة ديالكم بعد استخدامها. أول حاجة أنبدأ لكم بالوصفة لإزالة الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء أو عيوب البشرة. عندنا هنا بياض البيض، يمكن الاستغناء عن بياض البيض واستخدام الصمغ أو الجلو بدل بياض البيض. الجلو عادة فيه العديد من الكيماويات اللي ممكن أنها تكون مضرة للوجه أو مضرة للبشرة، بالذات إذا حابين تستخدموها في بشرتكم كاملة. أنا تنصح بالجلو أو الصمغ الأبيض فقط للأنف، لأنه إذا حابين تستخدموا البشرة كاملة استخدموا مواد طبيعية. ثاني مكون هو البيكنج صودا، عندي هنا ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ثالث وآخر مكون هو الفحم أو تشاركويل. حاولوا تلقاو فحم نقي جدا لأنه هذا أنستخدمه كماسك للوجه. هنا عندي ملعقة كبيرة من الفحم. ودابا نوريكم طريقة فعالة لمنع ظهور الرؤوس السوداء بعد التخلص منها. أنا مثلا مني كنت نستخدم اللاصق اللي تنباع في المحلات، تقوم بإزالة الرؤوس السوداء ولكن ما تمنعش ظهورها مجددا. بالعكس، مني تقوموا بإزالة الرؤوس السوداء من دون علاجها تطلع لكم رؤوس سوداء أسوأ من المرة اللي قبل منها. لذلك تنصح أنه بعد ما تزيلوا الرؤوس السوداء استخدموا هذا السائل لقتل البكتيريا اللي تكون موجودة في البشرة. هنا عندي حامض، استخدموا كمية حامض مع كميتين ماء ورد. الحامض يقوم على قتل البكتيريا، وماء الورد والحامض تساعدوا على أنه المسام تقفل. هذا السائل يمكن الحفاظ عليه بالثلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين. هذا الفيديو يكون فاتكم، سمحوا لي حتى ما خرجت في هذا الفيديو، ولكن أنا صراحة وقت متأخر عندي بزاف، وأنا عملت لكم هذا الفيديو فقط بالسرعة لأنه حبيت نشارك معكم الوصفة المفضلة عندي للتخلص من الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء أو عيوب البشرة، حتى حب بإمكان استخدامه للحب. أتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى تجربوها. قبل ما ننسى، الماسك تستخدمي فرشاة وتدهنيه على وجهك، ويمكن استخدامه للوجه كامل وتتركيه في الوجه 15 دقيقة إلى نصف ساعة. أنا تنتركه نصف ساعة لأنه تنحس أنه تعطي مفعول أحسن كل ما تركتيه أطول، ولكن ما عمريش تركته أكثر من نصف ساعة. يمكن حتى إذا كنتم زربانين تركوه فقط 5 إلى 10 دقائق. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب لقناتي، واذا حابين انا ما نخبيش وجهي، اذا حابين تشوفوني، اذا كنتوا جداد في القناه وحابين تشوفوني سيروا اعملوا سبسكرايب لقناتي وشوفوا فيديوهات اخرى، لان انا ما نخبيش وجهي، ولكن فقط لانه اليوم الوقت متاخر وعملت اخر لحظه جيت نصور لكم هذا الفيديو. ما تنساوش كذلك تتابعوني على الانستغرام، انا حاطه الرابط في صندوق الوصف اذا حابين تعرفوا عليا اكثر. يلا باي.